قاتل والدته في الكرك كان يعتقد أنها زوجته، والجريمة لن تخرج عن إطار احتمالية أن يكون الجاني تحت تأثير المواد المخدرة. تفاصيل جديدة حول إقدام شاب عشريني على قتل والدته الستينية في محافظة الكرك تشير إلى أن الجاني ليس لديه أسبقيات جنائية في تعاطي المخدرات. خبراء أمنيون يؤكدون أن ما قام به القاتل من فعل شنيع بطعنها ب40 طعنة داخل منزل العائلة لا يدخل في إطار أفعال الإنسان السوي، ولا يمكن أن يبرر بقتل والدته بهذه الطريقة إلا إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة الكيميائية الخطيرة، حتى لو لم تكن هناك أسبقيات أمنية بحقه. الجاني الذي ألقي القبض عليه بعد فراره أكد أن سبب قتله لوالدته قال: كنت أعتقد أنها زوجتي. وتكمن خطورة تأثير المواد المخدرة على الدماغ مما يؤدي إلى اختلالات في السلوك مثل الهلوسات ونظريات المؤامرة، حيث يرى المدمن أن أفراد عائلته هم أعداؤه. وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أعلن إلقاء القبض على الشخص الذي أقدم على قتل والدته، وسيتم إحالته إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى.